السلام عليكم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك في بيتك، بودكاست القناة الوحيدة فقط ديالنا والرسمية على يوتيوب. مرحبا بك يا الغزالة، كي دايرة مع الصحيحة وكي دايرة مع تمارة ديال الدنيا والجري اللي ما كيتقاداش. كنتمنى تكوني بخير وتكوني شادة في صحيحتك ونفسيتك. اليوم بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع اللي عارفاه كيدور في خاطرك بزاف، وعارفة باللي كيجيك صعيب وكتحسي بتأنيب الضمير كل مرة كتفكري فيه. اليوم ما جيتش نكون عليك أستاذة ولا واعظة، أنا بغيتك تعتبريني دائما كأخت ليك. أنا ماشي حسن منك ولا انتي حسن مني، في الأخير حنا كلنا بشر، كيجمعنا الحب والاحترام والكلمة الطيبة اللي هي ساس كل عشرة طويلة. حنا هنا باش نساندو بعضياتنا ونبنيو وعينا دقة دقة، بعيدا على الزواق والتصنع. كنحسو بعضياتنا حيت همنا واحد وطريقنا وحده، وعارفين باللي ما كيدقى غير المعقول. قبل ما ندخل مباشرة في موضوع هاد الحلقة، بغيتك تخيلي معايا هاد المشهد اللي كتعيشيه يمكن كل ليلة. الدار سكتات، الدراري نعسو من بعد حرب طويلة ديال الماكلة والحفاظة والفهامة. الضو طافي والدنيا هادية وانتي في بلاصتك، يلا حطيتي راسك على المخدة. نورمالمون جسمك راه مدكدك بالعيا وعينيك كيحرقوك، ولكن ما قدرتيش تنعسي. يديك كتمشي بوحلها للتليفون، كتشعلي الشاشة والضو كيضرب في وجهك وسط الظلام. كتقولي مع راسك غير طلة خفيفة نشوف شنو واقع في العالم، غير ربع ساعة والنعس. ولكن ديك ربع ساعة كتولي نص ساعة وساعة. كتدخلي الانستغرام، كتشوفي حياة الناس، وصفات الطياب، فيديوهات ديال الضحك، وعقلك في واحد العالم آخر. كتلقاي راسك وصلت لوحدة ولا الجوج ديال الصباح. علاش كديري هكا؟ واش حيت ما فيكش النفس؟ لا يا حبيبة، والله ما هكاك. العلم ديال النفس شرح لنا هاد الحالة وسماها بواحد الاسم غريب شوية: تأجيل النوم الانتقامي. راكي كتنتقمي، ولكن من شكون؟ كتنتقمي من النهار اللي داز وما كانش ديالك، النهار اللي داز كله ديال الناس وديال الدراري وديال الخدمة والتخمال وديال الزوج والطلبات اللي ما كتساليش. فملي كيجي الليل عقلك الباطن كيقول لك لا، ما يمكنش ننعس دابا ونفيق عاوتاني لنهار جديد ديال تمارة بلا ما ندي حقي من المتعة والراحة. كتحسي باللي داك السهير هو الوقت الوحيد اللي انتي حرة فيه واللي شاط ليك من نهارك. فهمتي دابا؟ راه ماشي قلة الإيمان، راه رد فعل نفسي، حيت انتي إنسانة معطاءة وكتهزي الحمل كتر من قياسك. ولكن المشكلة هي الثمن اللي كنخلصوه في الصباح. كيصوني الريفي الفجر، ديك الرنة كتحسي بها بحال شي مطرقة ضرباتك في راسك. عينيك ملصقين، جسمك تقيل بحال الا راكي هزي جبل. كتحسي بواحد الدوخة وواحد الرغبة قوية باش ترجعي تغطي راسك وتقولي غير 5 دقايق، غير شوية. هنا بغيتك تفهمي شنو كيوقع في جسمك علميا، باش ما تبقيش تلومي راسك وتقولي أنا فاشلة. العلماء اكتشفوا باللي المخ ديالنا طول النهار كيجمع واحد المادة بحال الغبرة سميتها الأدينوزين. هاد المادة هي اللي كتخليك تحسي بالنعاس. ملي كنعسو المخ كيدير عملية تنظيف لهاد المادة. المشكلة ملي كتسهري مع التليفون وكتنعسي مع الطلا، المخ ما كيلقاش الوقت الكافي باش ينظف ديك المادة كاملة اللي شبهناها بالغبرة. فملي كتفيقي مع الفجر كتفيقي وباقي فيك البقايا ديال التعب، وهاد الحالة كيسميوها العلماء قصور النوم. يعني داك الثقل اللي كتحسي بيه راه كيمياء في مخك، ماشي عجز في شخصيتك. وزيدي عليها حنا العيالات عندنا الهرمونات، كاينين أيام في الشهر قبل الدورة الشهرية حرارة جسمك كتطلع والنعاس كيولي خفيف ومتقطع والنفسية كتكون مخربقة. يعني ربي راه عالم بيك وعارف باللي الجسم ديالك كيدوز من تغييرات كبيرة. ايوا ودابا من بعد ما فهمنا باللي هادشي كله طبيعي وعلمي، واش غنستسلموا؟ واش غنخليو ديك الدوخة ديال الصباح تحرمنا من أعظم كنز عطاه لينا الله؟ لا، حيت يا اختي كيف كنقولوا الفياق بكري بالذهب مشري، وهاد الذهب ماشي فلوس، هاد الذهب هو البركة. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لنا وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها. البركة هي ملي كتلقاي الوقت باش ديري كل شيء وبنفس مرتاحة. أجي نعطيك الخطة عملية، خطة جمعت لك فيها بين العلم الحديث وبين وصايا النبي باش تغلبي على داك التقل وتفيقي الفجر نشيطة وفرحانة بحال شي عروسة نهار عرسها. ملي تسمعي الأذان أو يصوني التليفون عندك 5 ثواني فقط. في هاد اللحظة مخك عيبقى يقلب على أعذار: الجو بارد، فيا النعاس، خليني غير شوية.
قبل ما يبدا مخك يهدر بغيتك ديري بحال الصاروخ. حسبي في نفسك 5 4 3 2 1 ونوضي دفعي الغطا ووقفي. هاد التقنية ديال خبيرة سميتها ميل روبنز، كتبلوكي التردد في المخ وكتجبرك تاخدي الفعل. وملي توقفي قولي بسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عطانا وصفة دقيقة لعلاج داك التقل اللي هضرنا عليه قبل ما يكتشفوه العلماء بقرون. قال لنا باللي الشيطان كيعقد 3 العقد على مؤخرة رأس النائم، وباش نحلوهم العقدة الأولى ملي كتفيقي قولي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هنا كتفيقي الوعي ديالك، ذكر الله كيشعل الضو في قلبك وعقلك. وفي العقدة الثانية ملي كتمشي توضاي، وهنا السر الكبير، الماء وخصوصا إلا كان بارد شوية كيدير صدمة إيجابية للجسم، كيحرك الدورة الدموية وكيغسل ديك الغبرة ديال النعاس. سبحان الله، الوضوء ماشي غير النظافة، راه ريستارت للجهاز العصبي ديالك. وفي العقدة الثالثة الصلاة، ملي كتوقفي وتركعي وتسجدي الحركة الجسدية مع الخشوع كتكمل الإيقاظ، والنتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح طيب النفس نشيطا. يعني كتفيقي وانتي مرتاحة وفرحانة، عكس إلا بقيتي ناعسة كتفيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبح خبيث النفس كسلان، وكتصدقي صبحة مخنوقة ومقلقة. دابا غادي نعطيك واحد النصيحة عملية بزاف. أكبر عدو للفياق بكري هو أن التليفون حدا راسك، كتطفي المنبه وترجعي تنعسي بلا ما تحسي. بغيتك تحطي التليفون بعيد في البيت الآخر أو في الكوزينة، باش ملي صوني تضطري تنوضي من الفراش وتتمشاي باش تطفيه. ملي تتمشاي راك فقتي صافي والمعركة سهلات وانتصرتي. ودابا غمضي عينيك وارتاحي ليا بعد ما لقينا الحل. تخيلي معايا الجائزة الكبرى، تخيلي راسك فقتي وتوضيتي وفرشتي صليتك النقية والمعطرة بريحة المسك ولا ريحة النقا طالعة منها. الدار ساكتة، سكون تام، والدنيا باقة مظلمة، ولكن انتي شاعلة نور الله في بيتك. كتفرشي السجادة في ديك الزاوية المفضلة عندك وكتكبري الله أكبر. في هذيك اللحظة انتي بوحدك مع الله، ما كاينش ماما بغيت ناكل، ما كاينش المدير عيط، ما كاينش ضجيج، كاين غير انتي وخالقك. كتحسي بواحد السكينة كتهبط على قلبك بحال الماء البارد على العطشان. كتشكي ليه همومك، كتطلبي منه القوة، كتدعي لوليداتك بالهداية ولراجلك بالرزق. وملي كتسلمي السلام عليكم ورحمة الله، كتحسي براسك خفيفة بحال إلا نزلتي تقل الدنيا من على كتافك. والأجمل من هاد الشي كامل الضمانة اللي خديتيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. عرفتي شنو هي ذمة الله؟ يعني انتي في حماية الملك، انتي محفوظة عند الله سبحانه وتعالى. شكون يقدر يقلقك ولا يأذيك ولا يخلعك وانتي خارجة للدنيا لابسة درع الحماية الرباني؟ نهار كيبدا بالفجر هو نهار كله بركة، كتلقاي الوقت باش تطيبي وتقراي وتهلاي في راسك قبل ما يفيقوا الجيش الصغير وليداتك الله يخليهم ليك. كتكوني سبقتي النهار، ماشي النهار اللي سابقك وتجاريه موراه. خلاصة القول يا الغزالة ديالي، الفياق بكري ماشي عقاب وماشي عذاب، الفياق بكري هو موعد مع روحك ومع الله، هو الوقيته اللي كتسرقيها من الدنيا باش تشحني البطارية ديال الصبر والحب. ما تخليش الانتقام بالنعاس يسرق منك هاد النعمة، ما تخليش التليفون يولي هو رفيقك في الليل بدل ما يكون القرآن رفيقك في الفجر. والتحدي ديالنا لهاد الحلقة بسيط، هاد الليلة حطي التليفون بعيد، غتنوي مية صادقة وطلبي الله يعاونك، وغتوجدي حوايج صلاتك حداك. وغدا ملي صوني المنبه حسبي 5 ثواني ونوضي جربي غير مرة واحدة وذوقي حلاوة أنك تكوني في ذمة الله. وردي عليا الخبر. كنتمنى ليك ليلة هادئة وفجر منور بنور الله. تهلاي في راسك وفي روحك، ونتلاقاو في الحلقة الجاية. في أمان الله.